وعن ظروف اعتقالهم. المحور الثاني ان شاء الله هيكون عن بيان الحزب، البيان الرسمي للحزب. والمحور الثالث هيكون عن الفعاليات، فعاليات الحزب ان شاء الله في اليوم ده. واخر فقره ان شاء الله الاسئله. تمام؟ الاسئله اللي تكون في الاخر هيكون اول حد ان شاء الله هيقدم هيكون الاستاذ محمد الباقر، امين اللجان النوعيه في الحزب وعضو الهيئه العليا، هيتكلم عن المعتقلين. واستاذ احمد سالم ان شاء الله الامين العام للحزب هيقول البيان بتاع الحزب. وان شاء الله الفقره الثالثه اللي هي بتاعت الفعاليات هيكون الاستاذ احمد غنيم، امين اللجان الداعمه للحزب وعضو الهيئه العليا. اتفضل. اتفضل استاذ محمد. 37 شهر على الثورة الوحيدة اللي احنا نعترف بيها واللي احنا مؤمنين بيها، وهي ثورة يناير. 37 شهر والنظام لم يسقط بعد. 37 شهر والقصاص لم يتم. 37 شهر والمصابين مصابي الثورة لم يستردوا حقوقهم، رعاية وحقوق. 37 شهر والمعتقلات قائمة كما هي. النور يفتح تاني. 37 شهر واهداف الثوره لم تتحقق. 37 شهر والثوره المضاده بكل جهد تعمل على الانقضاض على مكتسبات الثوره. في اخر ال 37 شهر وهم 6 اشهر اللي فاتوا هم اسوأ 6 اشهر مروا على ال 37 شهر بتاع ثوره يناير. ال6 اشهر اللي فيهم اكثر من 21,000 معتقل اعتقلهم النظام العدلي اللي ما زال حي قائم كما هو، اللي النيابه بقراراتها المسيسه بالقرارات اللي بتيجي من اعلى بتديهم تجديدات ويعتقلوا في السجون، ان الطلاب بيكونوا في السجون، ان النساء والفتيات لمجرد انهم بيقولوا رايهم بيكونوا في السجون. 37 شهر و21,000 معتقل مكانهم السجن. هل هذه الثوره؟ هل هم دول 18 يوم؟ هو ده النزول في عيد الشرطه ضد النظام العدلي، ضد القمع والقهر والاستبداد؟ الثورة لم تكتمل بعد، والأهداف لم تتحقق بعد. الثورة مستمرة عشان تكمل أهدافها، واللي متخيل إن بنحتفل بالثورة هو خاطئ، والمتخيل إننا راجعين علشان نقول إن المعتقلين دول أيا كان هم مين، أيا كان تبع أي تيار، هنرضى يكون في إجراءات استثنائية نزلنا عشان نبقى ضدها عشان مكاسب سياسية أو مصالح سياسية أو أي أهداف، فغلطان. عدوي ليس صديقي. وده الاساس والمبادئ اللي قامت عليها ثوره يناير اللي احنا مكملين على اساسها، وكل الموجات اللي من خلالها هي موجات ليس الا نجحت ام لم تنجح. احنا في الذكرى الثالثه لاستكمالنا لاهداف ثوره يناير، زملائنا اللي في المعتقل اللي جوه الحزب زي زملائنا اللي نضلوا معانا خلال 37 شهر نحب نذكرهم ونحب نذكر اماكنهم، لان احنا بنكمل اللي هم على اساسهم دخلوا وضحوا بيه ومكانهم في السجن دلوقتي. الزميل احمد المرشدي زميلنا في اسكندريه اللي اعتقل وهو بيصور ودلوقتي بقى له اكتر من شهرين في المعتقل. زميلنا احمد بديوي امين اتحاد الحركه الطلابيه لمصر القويه في الازهر اللي اعتقل وفي سجن وادي النطرون. الزميل احمد عبد اللطيف اللي اعتقل من مقر عمله امن الدوله قائمه كما هي، اللي اعتقل من امانه الغربيه. الزميل وليد الشتاني عضو المجلس الحكمه اللي اعتقل من مقر عمله في بنها. الزميل محمد عبد اللطيف من بورسعيد، والزميل حسام الخولي، والزميل محمد ناصر، 3 طلاب مع طلاب 6 ابريل وطلاب الدستور اعتقلوا من على القهوه لمجرد انهم قيادات طلابيه بتطالب بحقوقهم وحقوق الطلبه. الزميل عمر المصري امين اتحاد الطلبه في اسكندريه في كليه اداب اعتقل من منزله. الزميل محمود عبد الحميد امين محافظه الغربيه اعتقل من مقر عمله. الزميل ياسين صبري خارج من الامتحان في كليه الازهر اعتقل وبقاله دلوقتي 30 يوم في الحبس. الزميل صلاح الدين والزميل محمد عبد الخالق من طلاب حزب مصر القويه وطلاب الحركه في جامعه القاهره اعتقلوا من المترو، ومع ال 42 طالب اللي اتحالوا على محكمه الجيزه واتهموهم بقتل الطالب، واتهموهم بقتل على ابن جابر نصار اللي اعترف ان الشرطه هي اللي ضربت. الزميل حسين محمد حسين اعتقل امبارح من مركز المنط من بيته. الزميل محمود شعلان عضو مجلس الحكم اعتقل عشوائي من مسيرات في الشارع في مدينه نصر.
الزميل محمود شعبان اللي لما النظام الاعلامي بتاع العسكر وبتاع الداخليه سيس وابتدى يستخدم الاعلام عشان يعمل استقطاب داخل الناس ويبني صور ذهنيه وقناعات، اللي اعتقلوه لجنه شعبيه في الشارع ساعه ما نزلوا عملوا لجان شعبيه وسلموا بعض يا مصريين. الزميل محمود سراج اعتقال عشوائي، الزميل محمد احمد السيد اعتقل من مقر عمله، الزميل ايمن طاهر عضو الحزب والطالب في كليه حقوق اعتقل عشان بيوزع منشور لذكرى محمد محمود وخد شهر حبس. ذكرى محمد محمود اللي كل الاعلام اللي موجود واللي مش موجود والسلطه اعترفوا بيها اعتقل وخد شهر حبس. هي دي الثوره؟ هي دي الاهداف اللي احنا نزلنا على اساسها؟ اعتقد لا. الثوره مستمره عشان تكمل اهدافها، واي ثوره مضاده بتحاول تنقض على هدفها فاحنا لها، وان عدتم عدنا، والثوره مستمره والمعتقلين احرار والثوره مستمره. شكرا. طيب هنقول دلوقتي ان شاء الله فعاليات الحزب في ذكرى ثوره 25 يناير اللي هيقدمها استاذ احمد غنيم امين اللجان الداعمه في الحزب وعضو الهيئه العليا. ان شاء الله الحزب هيشارك في يوم 25 يناير بمحورين، في محور على السوشيال ميديا على فيسبوك وتويتر وهو حمله هتطلق ليه نزلنا في يناير. هنطلق فيها الاعلان للمشاركين ان هم يحكم ليه نزلوا ثوره يناير، ايه هي تاريخ الثوره معاهم، ايه ذكرياتهم عنها، ايه اهداف الثوره وايه ما تحقق منها، ونفعل الناس عشان تشوف وتقارن بين المأمول والواقع. الجزء الثاني هيبقى عن طريق مشاركتنا في فعاليات جبهة طريق الثورة، وهي هتكون مسيرات اللي هتخرج من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، ودي وجهنا رسالة داخلية لكل الأعضاء أكدنا فيها على سلمية التظاهر، أكدنا فيها على عدم الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، عدم الاعتداء على رجال الشرطة. في غرفة عمليات هتتابع كل الفعاليات الموجودة على الأرض، ونتمنى أن اليوم يعدي على خير بدون إفساده كما هو متوقع بقمع الداخلية أو تدخل الأمن في إفساد اليوم. أنا عايز أؤكد على نقطة مهمة أوي. فوتوغرافيا. الاعتقال واحد، والظلم واحد، والتكشيف أو السجن واحد. فما فيش فرق بين الناس المعروفة زي علاء الفتاح اللي في السجن، زي أحمد ماهر اللي في السجن، زي محمد عادل اللي في السجن، زي أحمد دوم اللي في السجن، زي حسام أبو البخاري اللي في السجن، زي أنس البلتاجي اللي في السجن، زي أحمد مندور اللي في السجن. دول كلهم معتقلين معروفين من تيارات مختلفة. الظلم واحد، والآلاف المعتقلين اللي ما اعرفش عنهم حاجة، وعشان هم مش مشهورين، وعشان ما حدش يعرف عنهم حاجة، وعشان ما هم مش في كيانات ولا في أحزاب ولا نخب سياسية. الاعتقال واحد ما يفرقش، والقضايا الاستثنائيه واحد ما تفرقش، والمبادئ واهداف الثوره كانت للجميع. اختلف معاه او اتفق معاه، لازم نكون متفقين، ده الاصل. ولو ده ما اتحققش، ولو مؤسسه القضاء ومؤسسه الداخليه ومؤسسه النيابه ما تحولوش من أزرعة الظلم الى أزرعة العدل، لن يكون استقرار وامن ولقمه عيش اللي بيهمونا بيه بدستور كان او برسائل اعلاميه او سياسيه كانت. شكرا. السلام عليكم يا شباب، برحب بكم جميعا وبشكر حضوركم المتكرر في دعواتي الحزب لحضراتكم، فانتم النافذه اللي بننفذ بيها الى جمهورنا وشعب مصر العظيم، وتصل من خلاله رسائلنا اللي بنتمنى ان تصل للجميع واضحه جليه دون لبس. قبل البيان احنا بيمر وطننا بلحظه تاريخيه بيتشكل فيها وعيه وبيتشكل فيها حلمه وبيستكمل فيها أهداف ثورته التي قامت ولم تنجز أهدافها بعد. أنا اسمي أحمد سالم، بشغل منصب الأمين العام لحزب مصر القوية، وأتلو على حضراتكم البيان الرسمي الصادر من الحزب بشأن ذكرى ثورة يناير، وبعده هنفتح مجال واسع لكل الأسئلة ونتحاور حوالين محتوى البيان أو حول أي مساحات أخرى ممكن حضراتكم ترغبوا في الاستضاحة حولها. أنا بستأذنكم هنبدأ في تلاوة البيان.
مالناش قبل البيان، بس ممكن ما حدش يعدي يا جماعه من قدام الكاميرا. يا ريت يعني. في كذا حد عدى. وقبل البيان هو الاستاذ قال ان هو ده اعلام الداخليه واعلام العسكر. انا هستاذنك في اكبر دليل الحوار، انا هستاذنك في اكبر الحوار. دليل ده مش اعلام الداخليه ولا اعلام العسكر، ان انتوا فعلا اعترفتوا وحضرتك شاهد من اهلها ان حضرتك النافذه، وان احنا بنيجي وان احنا بنسمع الاراء الاخرى، فما كانش ينفع ان يتم التعميم او انه يتم التعميم آفة بنقع فيها اكبر جميعا. دليل شاهد من اهلها. تعميم آفة بنقع فيها جميعا، انا بعتذر عنها. حضراتكم مشرفينا وتشرفونا بشكل دائم، وبابنا دايما مفتوح لحضراتكم تنورونا وتوصلوا رسائلنا لكل الدنيا سواء داخل مصر او خارج مصر القنوات الاجنبيه اللي مفتوحه. انا بعتذر لحضرتك ونبدا في البيان، ويعقبه فتره واسعه من الاسئله ان شاء الله نوضح فيها كل المساحات اللي ممكن تكون وردت مضمنه في البيان او في مساحات. بسم الله الرحمن الرحيم. عيش، حريه، عداله اجتماعيه. بهذه الكلمات اندلعت ثوره يناير من اجل مواطن حر سائمة من احتكار السلطة والمال، وسائمة من خضوع الإرادة الوطنية لكل إملاءات الداخل والخارج. عانى من الفقر والجوع الذي ازداد يوما بعد يوم، وانحنى ظهره من انتهاك الجسد والكرامة، وفي لحظة غضب محمود أشرقت مصر بشعاع من نور الحرية بعد أن بدأ في الظهور والعمل الوطني جيل جديد. جيل جديد لم يرضى بمسلمات الذل، ولم يقبل بتوازنات الكبار في دهاليز السياسة التي لم تثمر استقراراً، ولم تحقق أمناً، ولم تسكن جوعاً، ولم تأوي مشرداً، ولم تبني وطناً، ولم تحقق رخاء. لقد حقق هذا الجيل مع الجموع الشعبية المقهورة التي لحقت به إنجازاً جزئياً كبيراً بإسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 30 عاماً من الاستئثار الكامل بالسلطة والفساد والإفساد والظلم والطغيان، ولكن لم يكتمل الإنجاز. لم يكتمل الإنجاز بسبب التسرع في ترك الميدان وانصراف الجموع الشعبية قبل أن تسقط كامل نظام دولة الاستبداد، وقبل أن ترسي دعائم مرحلة جديدة خاضعة للثورة حكما وفعلا وحسابا. لم يكن هذا هو الخطأ الوحيد. لم يكن هذا هو الخطأ الوحيد لثوار يناير ونحن منهم، ولكن زاد عليه بسبب قلة الخبرة والاندفاع غير المنظم الانصراف عن هموم المصريين الاقتصادية والاجتماعية التي كان من المفترض أن تكون وقود الثورة المشتعلة، إضافة إلى تفرقنا وتشرذمنا واستسلام كثير منا بدعوات الاستقطاب والنزاعات الأيديولوجية. لقد بدأ نظام مبارك ساقط الرأس باقي الجسد العمل الدؤوب لإسقاط ثورة 25 من يناير بداية من اللحظة الأولى التي غادر فيها الثوار ميدان التحرير. وعلى الرغم من الموجات الثورية المتعاقبة في أكثر من ساحة وأكثر من وقت، ورغم بعض النجاحات الجزئية لهذه الموجات وخصوصا التبكير في موعد انتخابات الرئاسة، إلا أن القوى الأكثر تنظيما والأكثر تقليدية جنت من المكاسب الخاصة ما أعاق الثورة وساعد في خفوتها. انطلاق الثورة من عيش، حرية، عدالة اجتماعية، هكذا من هنا انطلقت الثورة. لقد انطلقت هذه الثورة من أعماق ضمير الوطن وبلورت طموحات سائر المصريين في كلمة العيش، وفي حلم الحرية، وفي طموح العدالة الاجتماعية، وفي حق الكرامة الإنسانية. هذه المطالب لم تكن مطالب فئة، بل كانت
مطالب جيل كامل رفض أن يستسلم لما فرضه حكامه الفاسدون وذوي المصالح عقودا طويلة. ولا نبالغ إذا قلنا إنها خلاصة مطالب الأمة المصرية منذ فجر التاريخ. تلك الأمة التي سرق منها رغيف العيش ومنعت عنها شمس الحرية وحرمت من العدالة الاجتماعية وضم عليها حكامها بالكرامة الإنسانية. لذا فإننا نرى أن مطالب الثورة الواضحة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية تتمثل في الآتي: 1. العدالة الانتقالية، ونعني بها محاسبة جادة لكل من تورط في سفك دم مصري حرام أو زور إرادة مصرية أو انتهك أجسادهم أو نهب مالهم العام أو فرط عمدا في حقوقهم داخليا أو خارجيا وفق قاعدة عدالة انتقالية موحدة للمحاكمة والتعويض والعفو. 2. تصحيح منظومة القضاء، تصحيح منظومة مؤسسة القضاء من خلال استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتأثيرها، وتطوير أدوات التقصي والتحقيق مع الإبعاد التام لكل من تورط في عملية التسييس لهذه المنظومة بالغة الحساسية. 3. المساواة، المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز، وفي تعيينات النيابة والسلك الدبلوماسي ودخول كليات الجيش والشرطة وفي غيرها من المسارات العامة. الحريات، التأكيد على الحريات العامة والخاصة وحرية الاعتقاد وحق كل مصري في الاختيار السياسي والفكري والثقافي دون عوائق ودون تدخل من السلطة التنفيذية. استقلال القرار الوطني، استقلال القرار الوطني عن كل دوائر التأثير الخارجي بتحقيق الاكتفاء الذاتي غذاء ودواء وسلاحا واقتصادا. لا 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 تقطع علينا. عايش علينا. طب هو جاي متاخر. تطهير وحياديه وكفاءه مؤسسات الدوله. تطهير وحياديه وكفاءه مؤسسات الدوله. القضاء على الفساد والمفسدين بإجراءات سريعة عادلة، والاعتماد على الكفاءات الوطنية وفق قواعد مطلقة قائمة على الكفاءة والجدارة دون ما نظر لانتماء سياسي، ودون ما سعي لتحويل هذه المؤسسات المملوكة لكل المصريين إلى تابع لأي سلطة جديدة. الحفاظ على الجيش والابتعاد عن السياسة، الحفاظ على الجيش والابتعاد عن السياسة. أمان مصر في أن يقوم جيشها بدوره الأساس والوحيد في حماية حدود الوطن، ولن يستقر ذلك إلا بابتعاده عن السياسة ومزالقها، وإبعاد قادته ذوي الطموح السياسي عن واجهة المشهد. يا ثوار مصر، يا ثوار مصر ويا شعبها الكريم، تعالوا نستعيد ثورتنا ونحقق أهدافها: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. شاكر لحضراتكم، وهنبدأ فقرة الأسئلة. أستاذ أحمد عبد الجواد موجود معانا بيشرفنا، عضو المكتب السياسي وعضو الهيئة العليا. دكتور محمد عثمان
حط المايك عضو بس المكتب السياسي وعضو الهيئه العليا، واستاذ محمد الباقر عضو الامانه العامه وعضو الهيئه العليا، وانا مع حضراتكم هندير فقره الاسئله بكل اريحيه. اتفضل يا استاذ احمد. امبارح جبهه طريق الثوره اعلنت ان هي ما عادش تنسيق مع اي حد، انتوا اعلنتوا في الجمعه اليوم ان انتوا منسقين مع جبهه طريق الثوره. ففي اختلاف بين الاثنين في بيان اللي طلعته جبهه طريق الثوره امبارح واختلاف في بيان اللي طلعتوه النهارده. احنا بقى مفيش تنسيق وانتوا بتقولوا في تنسيق. يعني معلوم تماما ان جبهه طريق الثوره مكوناتها الاساسيه هي حركات وقوى ثوريه. احنا طبعا في افراد او اعضاء من حزب مصر القويه ومن يعني اعضاء الهيئه العليا، ويعني غدرا معانا الدكتور محمد عثمان والاستاذ محمد الباقر هم اعضاء في اللجنه السياسيه في جبهه طريق الثوره. فيعني استاذنكم الدكتور عثمان برضه يوضح الحته دي، لان لا طبعا التنسيق كامل يعني. البيان كان واضح ان هم طلعوا امبارح وتم ما رفضوا تماما الموضوع، رفض تام ولا مع اي من الحركات مع اي فصيل سياسي ما نتفقش معاكم. غير الجبهه اصدرت بيان، وده اصل الناس متفق عليه، ان هو لا يوجد تنسيق مع جماعه الاخوان المسلمين ولا اي فصيل سياسي، مش مع جميع اي فصيل ولا سياسي، اي فصيل حتى سياسي. 6 ابريل ما نسقتش معاه، كان كلامهم واضح. نحن شباب جزء من جبهه طريق الثوره بالاساس. الجبهه اخرجت طلعت بيان دعت المصريين للتظاهر في يوم 25. نحن كحزب استجبنا بتلك الدعوه في يوم 25، ونازلين ان شاء الله في المسيرات اللي حددها الجبهه اللي هي موجوده في مصطفى محمود ودوران شبرا، وربما يبقى في مسيره. فنحن جزء من جبهه طريق الثوره، لان نحن كشباب موجودين في الحزب وكاثار موجودين في الحزب. استجبنا لدعوه الجبهه اللي هي يوم 25. البيان اللي تم اصداره بالامس وده واضح هو كان خاص بالتقارير اللي تم نشرها ان يوجد تنسيق مع تحالف دعم الشرعيه او مع تحالف او مع الاخوان المسلمين. هذا وده فعلا ده اتفاق الجبهه، وده اتفاق كل القوى الموجوده جوه الجبهه. ده انا بروح انزل المعلومات وانا احد اعضاء الجبهه وعضو من الجبهه امبارح لما تم دي المعلومه اللي موجوده بشكل مباشر.